السلام عليكم ورحمة الله يا حبايبي. النهاردة بنعمل كفتة. الكفتة دي من غرز كفتة. انا هقول لكم المعيارات بالظبط. اسمها كفتة الفحم. الكفتة دي يا جماعة دول 2 كيلو لحمة، حط عليهم 3 بصلات حلوين كده، وحط عليهم دي حزمة بقدونس، بس حزمة كبيرة يعني 2 صغيرين، دي حزمة كبيرة زي ما انتم شايفينها كده. وحط عليها توابل شاورما، معلقة كبيرة توابل شاورما. من كل حاجة يا جماعة اللي أنا بقولها دي معلقة كبيرة، وبودرة ثوم معلقة، وبودرة بصل، وتوابل شيش، وتوابل فراخ مشوية. من كل حاجة يا جماعة معلقة كبيرة. وحاطة البصل زي ما أنا قلت لكم 3 بصلات، وحزمة البقدونس اهي، وبنمسكهم مع بعض كده زي ما انتم شايفين. ومعلقة نص معلقة ملح كبير، معلقة كبيرة يعني نص معلقة، وندوقها لو حاسين ان هي محتاجية تاني ملح نظبط ملحها، نزودها. مش محتاجية خلاص. زي ما انتوا شايفين حضراتكم كده، دول 2 كيلو لحمة. بنصبحهم ونحطهم في الصينية. ما بنحطش يا جماعة عليها مية ولا حاجة، هي بتستوي مع نفسها، يا رشة زيت بسيطة كده بعد ما نصبحها ونحطها في الصينية، ونخليها تبدأ تغلي، ونوطي عليها النار لحد ما تستوي، وهنوريكم النتيجة في الآخر. يا جماعة هي الكفتة شكلها الجميل بعد ما استوت اهي قدامكم، زي ما تكون متحمرة بالظبط، وتعجبكم ان شاء الله. كده يا جماعة عملنا الكفتة، ودي شايفين اهوت بالمنظر ده، والفنجان ده كنا حاطينه كده، وحاطين فيه حتة الفحمية زي ما انتم شايفين مع حتة السمن والزبدة، وكنا مغطيين عليه كده لحد ما ما البخار كله طلع على الكفتة. وبعد كده تاكلوها هتلاقوها اكنها متسوية على الفحم، مش متسوية كده، لا اكنها كفتة فحم بالظبط. ايوه يا حبايبي، ادي الكفتة بعد ما سويناها بالشكل الجميل ده اللي انتوا شايفينه بيه، اكنها متحمره، مش محطوط لها قلنا لا ميه ولا حاجه اكتر من رشه زيت كده، وبتستوي منها فيها زي ما انا قلت لكم كده في الفيديو. وبالشكل الجميل ده اكنها متحمره وزي الفل اهي. ان شاء الله تعملوها وتعجبكم، وما تنساش معانا تفعلوا الجرس وتدوسوا لايك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.